أهلا ومرحبا بكم إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها بالعناوين. الرئيس إسياس أفورقي يجري الجزء الثالث من المقابلة مع وسائل الإعلام المحلية. وفد إريتريا يشارك في اجتماع الدول الأقل نموا. سيمينار تنويري للمرأة في الإقليم الأوسط. وسط ازدياد التوتر مع الولايات المتحدة، الصين تقرر رفع إنفاقها الدفاعي. بيونغ يانغ تدعو لوقف التدريبات العسكرية بين واشنطن وسول. 4 قتلى على الأقل وإجلاء 41,000 شخص جراء فيضانات في ماليزيا. مرحبا بكم. أجرت وسائل الإعلام المحلية مقابلة مع الرئيس إسياس أفورقي مساء أمس حول الأوضاع الداخلية في البلاد، وذلك في الجزء الثالث مع المقابلات التي أجريت في الأسابيع الماضية. التفاصيل في التقرير التالي. أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي يوم أمس الجزء الثالث من المقابلة التي يجريها مع وسائل الإعلام المحلية، مركزا فيها على القضايا الداخلية، وذلك مواصلة للجزئين السابقين اللذين تناولا تطورات الأوضاع في الجوار والمنطقة والعالم. وتطرق فخامة الرئيس إسياس أفورقي في الجزء الثالث من المقابلة لخارطة الطريق العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في إرساء البنى التحتية وتخزين المياه وثروات الاقتصاد الأزرق وإمكانية استغلالها والفرص الواسعة في قطاع التعدين والبرامج المستقبلية الخاصة بها. وقال إن من الطبيعي منح الأولوية لتخزين المياه وإصلاح مساقط المياه والطاقة والبنى التحتية في الخطة المتوسطة والبعيدة الأجل التي وضعت عام 2019 ضمن خارطة طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكر فخامة الرئيس إسياس أفورقي أن تخزين المياه ليس بناء سدود وحسب، بل إصلاح مساقط المياه والتشجير، موضحا بالرغم من تنفيذ الكثير من المشاريع في هذا المجال إلا أنه لا تتجاوز 20% مع الطموح الموجود. وشرح الإمكانات والبرامج القائمة لاستغلال المياه المخزنة في الزراعة والاستخدام المنزلي بمساعدة التقانة والقدرات البشرية. وأشار فخامته إلى منح الأولوية في قطاع الطاقة لتوليدها من الرياح والشمس والبخار للمساعدة في تنمية شواطئ البحر ووضع خطط لتلبية احتياجات الطاقة الواسعة. وقال إن الاقتصاد الأزرق يحتاج إلى اهتمام كبير، وأن الإمكانات الكامنة كبيرة لامتلاك إريتريا بحرا واسعا وشواطئا طويلة وجزرا كثيرة، غير أن هذه الثروة لم تستغل حتى الآن لأسباب مفهومة، وأن التحدي الأكبر هو البنية التحتية المتمثلة في الموانئ والمراسي والطاقة والمياه والتبريد وغيرها. ونوه فخامته بأنه يجب علينا الاستفادة الجيدة من فرص وثروات الاقتصاد الأزرق الواسعة، موضحا بأنه استغلال الثروات البحرية يتطلب بذل جهود حثيثة بالإضافة إلى إنتاج الملح واستغلال الثروات التعدينية داخل البحر والشواطئ، وكذلك خدمات الموانئ والسياحة، وهذا يتطلب إلى قوة التنظيم وإرساء مؤسسات إدارية فاعلة. وقال فخامته فيما يتعلق بالثروة التعدينية إن إريتريا تزخر بثروات معدنية هائلة، وأن ما تم الاستفادة منه حتى الآن مقارنة بالثروات الكامنة يعد غيض من فيض، وأن التجارب المكتسبة والدروس المستفادة أكبر من المصالح الاقتصادية التي حصلنا عليها. وأشار فخامة الرئيس إسياس أفورقي إلى أن الثروة التعدينية تسهم بفعالية لتمويل المشاريع التنموية الأخرى، ويجب القيام بأعمال جادة في هذا الشأن، ومن أجل الحصول على المصالح المطلوبة يجب علينا الانتقال إلى مرحلة الإنتاج بدلا من إرسال المواد الخام إلى دول أخرى، موضحا بأن تطوير مصانع إنتاجية تعد من أولى البرامج التنموية المستقبلية.
وننتقل إلى أخبار أخرى، حيث شارك وفد إريتريا برئاسة مندوبة إريتريا في الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تسفا ميكائيل في اجتماع الدول الأقل نموا الذي عقد في الدوحة القطرية يوم 4 مارس. بعد ذلك يشارك الوفد في المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المنعقد من 5 وحتى 9 مارس في الدوحة المعني بالدول الأقل نموا تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار. ويبحث المؤتمر الذي يشارك فيه رؤساء الدول والحكومات خطة عمل الدوحة لتعبئة الدعم والشراكة. عقد الاتحاد الوطني للمرأة فرع الأقليم الأوسط سيمينارا تنويري يوم 2 مارس بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة. وأوضحت رئيسة الفرع السيدة ألم بلاي أن الهدف الارتقاء بوعي المرأة وتعزيز دورها خاصة المرأة الشابة، داعية الشابات النضال من أجل تجاوز المصاعب والعراقيل التي تعيق تطورهن والعمل المضاعف بالارتكاز على التجارب السابقة. وذكرت مسؤولة الشؤون السياسية السيدة سولومي جبرسلاسي أن الاتحاد يقوم بأنشطة توعوية متواصلة ويعمل جاهدا لتحقيق الكفاءة النفسية والجسدية للمرأة ومكافحة العادات الضارة. وطالب السيمينار لانتظام الأنشطة التوعوية والتنظيمية ومتابعة مسؤولات الاتحاد للأنشطة. دعا مدير مديرية شامبوق السيد كحسي أسرات المزارعين لعمل لحماية التربة وحفظ المياه للدفع بالإنتاج، وأشار إلى توسيع المساحات الزراعية عام 2022 لقذارة الأمطار مقارنة مع السنوات السابقة، داعيا العمل بقوة لرفع الإنتاج الزراعي واتباع إرشادات المهنيين الزراعيين. وناشد المزارعين وأصحاب المواشي لدفع الضريبة المستحقة في أوانها. وأوضح مدير مديرية مغولو السيد أبراهام كيداني في الاجتماع الذي عقده المزارعين لمواصلة أنشطة حماية التربة وحفظ المياه بالتعاون مع خبراء الزراعة. ودعا المشاركون في الاجتماع المدخنين لتوخي الحذر للحد من حرائق المراعي على أطراف الطرق المسفلات. عقد المركز الصحي في فيلادلفيا في مديرية حمل مالو لقاء في 1 مارس مع السكان حول تنفيذ البرامج. وأوضح مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض إلياس يماني في الاجتماع الذي شارك فيه مسؤول إدارة إقليم عنسبة ومكتب وزارة الزراعة في الإقليم أن الهدف من اللقاء خلق علاقات وطيدة مع السكان والتعرف على المصاعب وإيجاد الحلول لها. من جانبه أوضح مسؤول المركز الصحي في فيلادلفيا الممرض ياسين علي بخيت أهمية مشاركة السكان في تنفيذ وتقييم البرامج من أجل الاستفادة الجيدة من المركز الصحي وتطويره. وبحث الاجتماع متابعة الحوامل لأوضاعهن الصحية والفهم بالإنجاب الصحي واستخدام غرف انتظار الحوامل للأمهات والنظافة البيئية والأمراض المعدية وغير المعدية. وأكد المشاركون على أهمية اللقاء الذي يدفع بتطور الخدمات الصحية. وقالت مدير مديرية حمل مالو السيدة عائشة علي نور إن إيصال المعلومات إلى الجهات المعنية سريعا يكون له دور فاعل. يقدم المركز الصحي في فيلادلفيا الخدمات لسكان ضواحي فيلادلفيا وأجربب وفرحين. تبرع طلاب مدرسة بيشا المتوسطة والثانوية في بارونتو بالدم طوعيا يومي 28 من فبراير و1 من مارس. وأوضح عضو جمعية المتبرعين الطوعيين للدم في إقليم القاشبركة السيد دانيال أبرهة تنامي وعي المجتمع عامة والشباب والطلاب خاصة بأهمية التبرع بالدم والذي خفف من المصاعب التي كانت تشهدها المؤسسات الصحية. وأعرب الطلاب عن الارتياح للمساهمة في إنقاذ الأرواح منادين الجميع للمساهمة. وتفيد جمعية المتبرعين الطوعية للدم في فرع إقليم القاشبركة التبرع العام الماضي ب 892 كيس دم. فاصل ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. ابقوا معنا.
وعلى الصعيد العالمي أعلنت الصين زيادة ميزانيتها للدفع للعام عام 2023 في ظل التوتر مع الدول الآسيوية المجاورة والولايات المتحدة وحتى حلف شمال الأطلسي على خلفية تصاعد نفوذها. وستزداد ميزانية الدفاع الصينية بنسبة 7.2% وهي أعلى نسبة منذ عام 2019 في تسارع طفيف عن عام الماضي 7.1 وفق تقرير لوزارة المالية نشر خلال الدورة السنوية للبرلمان الصيني. وستخصص الصين 225 مليار دولار لنفقات الدفاع وهي ثانية أعلى ميزانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي تزيد عنها بحوالي 3 أضعاف. وأمام حوالي 3000 نائب من المؤتمر الوطني لنواب الشعب مجتمعين في قصر الشعب في بكين، أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته لي كي تشانغ أن محاولات الاحتواء القادرة من الخارج تتكثف بلا توقف، ودعا إلى تكثيف تدريب الجيش وإلى الاستعداد للقتال، بينما تصاعد التوتر الصيني الأمريكي خصوصا حول مسألة تايوان. دعت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الأمم المتحدة إلى المطالبة بوقف فوري للتدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قائلة إن التدريبات تصعد التوتر الذي ينذر بالخروج عن السيطرة. وقال كيم سونغ كيونغ نائب وزير الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التدريبات تصعيد للتوتر على نحو غير مسؤول. ووصف التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة بأنها خطوة تجاوزت الخطوط الحمراء ولا يمكن قبولها. وألقت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية باللوم في وقت سابق على الولايات المتحدة فيما وصفته بانهيار الأنظمة الدولية للحد من التسلح، وقالت إن أسلحة بيونغ يانغ النووية هي رد عادل لضمان توازن القوة في المنطقة. قتل 4 أشخاص على الأقل وتم إجلاء حوالي 41,000 جراء فيضانات في ماليزيا سببتها أمطار غزيرة في ولايات عدة في أنحاء البلاد بحسب ما أعلنت السلطات. وأكدت الشرطة مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم رجل جرفت سيول سيارته بينما كان في داخلها زوجان مسنان. كذلك غرقت امرأة تبلغ 68 عاما بالقرب من منزلها الذي قمرته المياه بعدما قادرت مركزا للإجلاء في مدينة سيغامات في ولاية جوهر جنوب المتآخمة لسنغافورة. بعد سنوات من المفاوضات لحماية أعالي البحار، اتفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيرا على نص بشأن أول معاهدة دولية من أجل هذه المياه التي تشكل كنزا هشا وحيويا يغطي حوالي نصف كوكب الأرض. وأعلنت رئيسة المؤتمر رينا لي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك التوصل إلى اتفاق. وقالت وسط تصفيق المندوبين لفترة طويلة السفينة وصلت إلى الشاطئ. ولم تنشر السياق الدقيق للنص، لكن الناشطين عبروا عن ارتياحهم معتبرين أن التوصل إليه يشكل خطوة على طريق حماية التنوع البيولوجي بعد مناقشات دامت أكثر من 15 عاما. وتعتبر معاهدتي في هذا الشأن ضرورية للحفاظ على 30% من اليابسة والمحيطات في العالم بحلول عام 2030، كما أكدت حكومات العالم في اتفاقية تاريخية تم توقيعها في مونتريال في ديسمبر الماضي. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. الرئيس إسياس أفورقي يجري الجزء الثالث من المقابلة مع وسائل الإعلام المحلية. وفد إريتريا يشارك في اجتماع الدول الأقل نمواً. سيمينار تنويري للمرأة في الإقليم الأوسط.
وسط ازدياد التوتر مع الولايات المتحدة، الصين تقرر رفع إنفاقها الدفاعي. بيونغ يانغ تدعو لوقف التدريبات العسكرية بين واشنطن وسول. 4 قتلى على الأقل وإجلاء 41,000 شخص جراء فيضانات في ماليزيا. ختام النشرة قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.